معايا يا صبايا. شوفوا اليوم شو عاملة معكم بإذن الله تعالى. بدكم تشوفوا طريقتها اليوم. هي معكرونة بالصلصة الحمراء بالنكهة الإيطالية، لأنه محطوط عليها ريحان وزعتر، ومعكرونة باللبن. قريب طعمها جدا لأكلة الشيش برك. بتمنى تتابعوني على قناتي وتشوفوا أكلات الطيبة، وخصوصا هاي الأكلة. تابعوني وفعلوا زر الجرس وشوفوا لي الفيديو كامل. ربي يسعدكم ويبارك فيكم. ومع المواد، وهيك بسم الله بدي أقدم لكم المواد اللي بتتكون منها أكلة اليوم. الأكلة اليوم بإذن الله تعالى بتحتاج للحم، لحم مفروم ناعم أو خشن بيزبط معاكي. بدنا كمية منها اللي تناسب كمية المعكرونة اللي راح نستخدمها. وممكن نستخدم كمية بسيطة جدا، وممكن نستخدم يعني زي حسب الرغبة كمية اللحم. وعندي هون عندي البصل والثوم والفلفل. طبعا البصل والثوم والفلفل بدي افرمهم ناعم على المحضرة، واحوس اللحمة هاي فيها كمية كبيرة من الدهون، مش راح احتاج اني احط زيوت. اذا احتجت بحط ملعقة واحدة من السمنة او قليل من زيت الزيتون. وبدي احوسها زي ما بتعملوا اي تسبيكة لحمة بالبصل. يعني هاي التسبيكة هاي نفسها لو زادت عندي ممكن أنا أستخدمها في أكثر من أكلة، زي ما بجهز لحشوة المخشي، زي ما بجهز لحشوة الشيش برك، زي ما بجهز لحشوة السمبوسك. نفس الخلطة بتكون بصل ولحمة، وعندي البصل والثوم واللحمة والفلفل، وهدول هم اللي بتتكون منهم تسبيكة اللحمة اللي بتلزمني لأكلتي لهذا اليوم. طبعا عندي هون اللهم صل على سيدنا محمد مكون أساسي وضروري لهاي الأكلة، اللي هو رح نعتمد عليه، اللي هو النشويات في هاي الأكلة. أنا ما عندي إلا النوع هذا من المعكرونة زي ما انتو شايفينها. هاي معكرونة بتيجي مقطعة زي هيك، ولما اعمل لها الصوص بيدخل في الفراغات هاي. طبعا هي المعكرونة هاي راح تنسلق، بدنا نسلقها بإذن الله تعالى بكمية تناسبها من المي، ونضيف للمي ملعقة من الملح وملعقة من الزيت أو الزبدة، لأنه المي راح نصفيها في النهاية ومش راح نستخدمها في أكلتنا. وعندي هون هاي مكونات الصوص الأبيض. إذا عندي لبن، اللبن هو الرايب أو الزبادي يا صبايا، مش أي شيء تاني، مش الحليب. إحنا بنحكي عن في أخواتنا في مصر بيحكوا عن اللبن إنه هو الحليب، إحنا بنحكي عن اللبن اللي هو الزبادي. أنا عندي هنا حابة الجات من الجاتات المعكرونة اللي بدي أعملها يكون بطعمة اللبن. عندي هنا لبنة وعندي هنا جميد. طبعا بدي أدمجهم مع بعض وأحطهم بالخلاط مع القليل من الماء الساخن، وأضربهم حتى يرجع قوامهم سائل، مع سن من الثوم طبعا. هذا هو الصوص الأبيض اللي بدي أستخدمه، مش صوص البشاميل، صوص أبيض متكون من أنواع مختلفة من الألبان. وعندي هون حبات من الطماطم. طبعا أنا يمكن ما حكيت إنه الأكلة هاي راح تكون على نكهتين، نكهة اللبن ونكهة الطماطم، أو يعني جات من المعكرونة الحمراء وجات من المعكرونة البيضاء معهم اللحمة المفرومة. هاي هي مكونات أكلتي لهذا اليوم. بتمنى تتابعوني وأحكي لكم شو خطواتها. طبعا بدي أخذ البندورة هاي برضو أعملها بالمحضرة وأشيلها على جنب، وأضيفها على المعكرونة بس أسبكها، وبورجيكم الخطوات بإذن الله تعالى. هاي المواد كاملة قدامكم. هاي مواد الصوص الأبيض اللي هو بتكون من الألبان، وهي عندي الطماطم بدي أعمل فيها الصوص الأحمر،
وبدي أروح لسلق المعكرونة وبفرجيكم الخطوة التالية بإذن الله تعالى. هيك يا صبايا زي ما انتم شايفين انتهيت من الصوص الأحمر اللي هي الطماطم وسنتوم، ورشيت عليهم رشة من الزعتر الأخضر والريحان عشان تعطيني نكهة تطلع طعمها شبه نكهة المعكرونة الإيطالية. وهي هيك تسبكت عندي البندورة أو الطماطم وصارت جاهزة. وطبعا هون زي ما انتم شايفين خلصت من عمل اللحمة وصارت عندي جاهزة مسبكة وجاهزة، حتى رشيت عليها كمان رشة من الزعتر الأخضر المجفف، وهو زعتر بري هذا، وريحتها معبية الدنيا ما شاء الله. هي التسبيكة هيك جاهزة، حتى ممكن الإنسان ياكلها يغمسها بالخبزة يعني تمام النضج. وعندي هون شوفوا هي عندي المعكرونة برضو جهزت، بدي أطبق أكلتي وأورجيكم إياها قبل التحمير بإذن الله تعالى. أكلة شهية جدا وبسيطة وخطواتها سهلة. هي المعكرونة جاهزة ومستوية، أطبقها وبدي أعطيها وجه من في الفرن بإذن الله تعالى. وهيك يا صبايا زي ما انتم شايفين حطيت المعكرونة في الطبقة اللي أسفل من الجاط، هياتها عملت 3 جاطات صغيرة، وبدي أفرد عليها باقي المعكرونة. هاي زي ما انتم شايفين طبقة خفيفة، واللي بجهزها بضيف عليها الصوص اللي أنا بدي أعمله. مثلا بدي أعمل واحدة نصها، مثلا هاي بدي أعملها نصها صوص أحمر ونصها الصوص الأبيض اللي هو اللبن، وهون واحدة صوص أحمر وواحدة صوص من الأبيض اللي هو اللبن. اللي حكيت لكم كيف بدي أسويه و... وشو هي الأكلة. هي أكلة بالأخص الصوص اللي فيه اللبن طعمتها راح تكون شبه طعمة الششبرك، أكلة شامية. والحمراء بتكون طعمها زي المعكرونة الإيطالية بالطماطم. بكمل شغلي وبفرجيكم إياهم بإذن الله تعالى. وهيك يا صبايا شايفين جهزت عندي الأكلة وصارت بدها تدخل الفرن. طبعا بحط على وجهها قليل من الزبدة وبدخلها الفرن. إذا عندك أجبان ممكن تحطي تبرشي عليهم جبنة، المعكرونة البيضة والمعكرونة بالصوص الأحمر. وعندي هون الجات هاد نصه أبيض ونصه أحمر، لا تخافوا ما بيندمج، بالعكس بيعطي كثير منظر جميل. وبدخلهم في الفرن، بدي أشغل الفرن من الأعلى والأسفل وبتركهم في الفرن تقريبا ربع ساعة على درجة حرارة 180 عشان تندمج النكهات وتاخد من بعضيها وتجهز عندي الأكلة بإذن الله تعالى، وبفرجيكم إياها بس تطلع. وهيك يا صبايا شايفين طلعنا الأكل من الفرن وهذا الشكل النهائي. طبعا هنا الصوص الأحمر جايب نكهة المعكرونة الإيطالية لأنه عليها زعتر وريحان. وهون عندي هذا الجات فيه صوص أحمر وصوص أبيض اللي هو اللبن. طبعا جاي طعمه قريب جدا للأكلة الشامية اللي هي الشيشبرك. وهيك انتهت أكلتي. بتمنى منكم تتابعوني على قناتي روح وريحان وتفعلوا الجرس وتشوفوا فيديوهاتي، أكيد فيها أكلات رح تعجبكم. ربي يسعدكم ويبارك فيكم. وانتهى معي الفيديو لحد هيك، وشكرا لمتابعتكم يا غوالي. ربي يسعدكم ويبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.